انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ان انت حتى الاعلام مساندك. انت عايز مساندك بتساند الانديه طبعا بغض النظر عن اللعب. عن اللعب وعن اي حاجه، هي بتبقى مصالح شخصيه، مصالح شخصيه. في الزمالك قبل كده وبعدين عامل اعلانات كابتن سيد ممكن تعد 2 3 على مدى التاريخ، انما جبت للاهلي هتعمل اول الشناوي لحد الراجل وسام ابو علي عامل اعلانات من اول من ده الجيل ده لحد. تعالى حاجه ثانيه، كنت هقول ايه؟ كابتن سيد بيقول كابتن سيد كان بيقول كان بيقول ان حق الرعايه بيتاخد على البطولات العالميه، مش شعبيه العالميه. احنا قلنا شعبيه الاهلي اكتر من الزمالك، دي حاجه باينه للجميع. تعالى بقى شوف، كنت انا هتكلم عن نقطه الكهرباء معلش. الاول اولا اعقب على كلمه كابتن سيد. الاهلي البطولات العالميه ده بيشترك في بطوله عالم 4 فرق او 5 فرق بيطلع الثالث. اول مره تتعمل بنظام صح اللي هيتعمل السنه 24 فرقه، هو ده نظام البطولات. مش هجيب بطل اوروبا يا كابتن ابو قاسم، مش كابتن اجيب بطل اوروبا، بطل اوروبا يجي يلعب نهائي او قبل نهائي ونهائي، وفرق بتطحن من 4 5 بطولات، وبطل اوروبا زي ريال مدريد زي اي فريق بيبقى واخد بطل اوروبا يجي يلعب قبل نهائي ونهائي او يلعب ماتشين وياخدوا البطوله ويقول سلام عليكم. النظام القديم ده كانت بطوله، انا من رايي انا كراجل زملكاوي او كشخص بيتكلم في الكوره انها كانت بطوله تعتبر بطوله وديه ودعايه لشركات الرعاه. شركه رعاه عايزه تعمل دعايه لنفسها، بتدي ده كام مليون وكام مليون، اسمها ايه؟ تجاره اموال زي ما بيقولوا. انما البطوله الصح اللي هتعمل اول مره 24 فيلم، مع ان الزمالك مش مشارك فيها. انا ما بتكلمش عن الزمالك مشارك او غير مشارك، انا بتكلم عن نظام بطوله. يعني ممكن في 24 بطوله سواسيه، انما انا بخلي فرقه تيجي تلعب قبل نهائي قاعده في البيت، وانا بلعب ماتشين 3 قبليها، وهو يجي يلعب قبل نهائي ونهائي وياخدوا البطوله ويمشي، وتقول لي ده بطوله كاس عالم وانا واخد الثالث 3 مرات او 4 مرات. ما ده هو 5 فرق او 6 فرق، لو احنا حسبناهم 7 فرق اقصى حاجه الفرقه اللي بتيجي تلعب بالنهائي. اما انا واخد ثالث من 7 فرق ومعاك بطل اسيا وبطل. الزمالك كان موجود فيها، كان ده رايك برضه؟ والله انا من زمان، من ساعه الزمالك ما اشترك فيها وما خدش فلوسها، لان اول نادي خد فلوسها نادي الزمالك وما اشتركش، ولذلك اتلغت. ليه بقى؟ لان الشركه جت هنا البطوله بترتبط بايه؟ بالشركه يا كابتن ابو لاسم، مش بطوله تعتمد على الفيفا او تنظيم فيفا، لا على الشركه الراعيه. انا النهارده لو الشركه الراعيه جت كابتن، ما لو جت الشركه دي قاعد نسقت مع الفيفا زي ما انت بتقول، وجت قبلها باسبوعين فلست، بشهر فلست، البطوله مش هتتعمل. مين اللي هيصرف على البطوله؟ محدش، ولا اتحاد دولي ولا فيفا ولا الشركه الراعيه فلست، ما فيش بطوله. يبقى البطوله كانت بتتعمل لشركات ودعايه لشركات. يبقى اكتر من شركه ما انا بتكلم سواء ما هو احنا ساعه الزمالك قالوا الشركه فلست، ما قالوش شركات فلست، ولذلك ما قالكش شركات. لو شركه واحده، ولذلك عن ساعه الزمالك قال لك الشركه فلست، انما لو شركات مش معقوله مجموعه شركات هتفلس مره واحده كلهم مفصل واحد. ثاني حاجه كنت هتكلم عن نقطه الكهرباء. نقطه الكهرباء كان في الزمالك كان مكسر الدنيا، كان راح السعوديه واحترف في السعوديه وجاب دخل للزمالك كتير، وكان مستواه عالي جدا جدا. ما عملش اعلان واحد وهو في نادي الزمالك. اول ما دخل النادي الاهلي حط رجله على البوابه، ثاني يوم عمل اعلان. يا كابتن لعيبه النادي الاهلي بتتعاقد على نسبه اعلانات ما تلاقيش في اي نادي في الدنيا. من النادي ومن الاعلام ومن رجال الاعمال ومن اصحاب الشركات. الاهلي شعبيته كتير، ما اختلفناش. ما حدش يجي يقول لي الاهلي شعبيته كتير، يا عم احنا قلنا والله على دماغنا من فوق ان الاهلي شعبيته كبيره واكتر من الزمالك، دي ما حدش يختلف عليها. بس انا بتكلم ان يبقى في حد حتى في الاعلام. انا راجل كنت مكسر الدنيا في الزمالك وطلعت احترفت في السعوديه، وكان بيخانقوا عليا الانديه في السعوديه، وجبت مش عارف كام مليون، 20 مليون ولا 30 مليون للزمالك في عهدي، ما كانش ملايين بالطريقه دي. واجي ما اعملش اعلان واحد يا كابتن، ما اعملش اعلان واحد. واول ما احط رجلي في النادي الاهلي بتعاقد على نسبه الاعلانات. انا وانا بمضي العقد مع النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي بتقول لي نسبه اعلانات كذا، نسبه ما بتحصلش في اي نادي في مصر. هتلاقي اي نادي في مصر بيدي عقد اللعيب ويقول له انت هتاخد نسبه اعلانات 75% او 80 او 50 ايا كان النسبه. مفيش الكلام ده الا في النادي الاهلي بس، لانه ضامن ايه؟ ضامن شركات بالظبط. رجال اعمال، ده هيسندك ده هيسندك. يعني عايز اقول ان داخل النادي الاهلي من رجال الاعمال كده. انت كابتن سيد قال ايه؟ قال ايه؟ استاذ ممدوح عباس. هات لي واحد راجل اعمال قبل كده سند النادي الزمالك، مش هتلاقي. ممكن اقول لك 10. الاهلي ساند فعلي. لا بص يا كابتن ابو ناس، بص يا كابتن سيد، بص يا كابتن سيد، عقب براحتك. انا بتكلم في ايه؟ انت هتعدي لي رجال اعمال، هتقول كابتن ابو قاسم راجل اعمال، كابتن سيد، كابتن محمد، هتعد رجال اعمال زملكاويه. انا عايز اللي ساهم بالفعل،
اللي جاب له صفقه، اللي دفع فلوس للنادي. هتقول لي عيله العدل، عيله العدل، هاني شاكر، كل دي زملكاويه، عمرو دياب، محمد، بس كلها اسماء تقيله، بس مين؟ شركه العدل تقريبا. ايوه يا كابتن، ما ساهمتش، لا ما كانش بيساهم، ما حدش بيساهم. هات لي صفقه، هات لي واحد يقول لي مثلا استاذ مدحت العدل الله يرحمه، او محمد عدل او غيره جاب صفقه، مثلا جاب كابتن سيد للزمالك. كابتن ايمن عايز يوضح دلوقتي ان لعيبه الكوره بتستمد قوتها للنادي، يعني الاهلي خد اعلانات عشان هي في الاهلي. طبعا يا كابتن، هات لعيب في الزمالك دلوقتي، الشناوي هو كان في انبي. ماشي يا كابتن اتفضل. عقب على كلام الكابتن ايمن، بيقول لك بطوله كاس العالم للانديه اللي هو اللي بيقول عليها بطوله شرفيه، بطوله يعني ريال مدريد سايب الدوري الاسباني وبطوله اوروبا عشان يلعب بطوله شرفيه. لا ما بيستفاد ماديا يا كابتن سيد، فلامونجو البرازيل المكسيك وكل بلد عشان بطوله لا عشان بيستفاد ماديا يا كابتن سيد، عشان بيستفاد ماديا. بطوله رسميه ومعتمده، والاهلي بياخد على طول برونزيه فيها. مش رسميه والله ما رسميه. امال رئيس الاتحاد الدولي تحت بطوله ودي تحت رعايه الفيفا. رئيس الاتحاد الدولي انما ما بتحسبش، يعني انت عشان تيجي تقيم نقاط افريقيه يا كابتن، بطل القرن حاجه، معلش يا كابتن سيد، بطل القرن انت دخلت قلت الاهلي وصل لكاس العالم، خدت نقاط في كاس العالم؟ مفيش. ريال مدريد لما جه خد نادي اول نادي في القرن في اوروبا، او نادي القرن في اوروبا، دخل نقاط كاس العالم، بطوله شرفيه يا كابتن تحت رعايه الفيفا. دي في فرق في المسمى، الفيفا بيصرف عليها. عايزين بقى برضه نسمع. انا مش انا كمان. ماشي اتفضل يا كابتن. نيجي بطوله كاس العالم، بطوله مش بطوله عشان بطوله رسميه، وبدليل ان ريال مدريد بيحضرها وكل ابطال اوروبا بيحضروها، ورئيس الاتحاد الدولي بيحضر النهائي وبيسلم الميداليات بنفسه. نيجي بقى الكابتن ايمن قال على كهرباء في السعوديه والزمالك وما عملش اعلان ولا لا، في حاجه ثانيه قال عليها برضه افتكرها، اتكلم فيها برضه على الاهلي. الشعبيه؟ لا مش الشعبيه، وكاله الاهرام. لا انت قلت لي على حاجه ثانيه برضه الاهلي ان الاهلي، استنى بس افتكرها، بس فكرنا يا كابتن. فكرنا بس باللي قاله الكابتن ايمن على نادي القرن. ما بتكلمش عن نادي القرن خالص، انا بتكلم على النقاط اللي الاهلي خدها ما اضافتش ليه بطوله كاس العالم، او ما بياخدش نقاط عليها، ودليل ان هي مش تبع الفيفا، بطوله شرفيه. لا ما اتكلمتش انا بفهم النقطه اللي انا اتكلمت. الكابتن ايمن بيقول لك الاعلام بيساند الاهلي. طب احنا شايفينه ده البرنامج بتاعك يا كابتن ابو القاسم بوجه رساله للاعلام، انتوا ليه بتحاربوا الناجح؟ كل اعلام في مصر بيحارب النادي الاهلي، مع ان الاعلام اللي في مصر كله عايش على الاهلي، اشتم في الاهلي، اشتم في مجلس اداره الاهلي، اشتم في الخطيب عشان تاكل عيش. كل المحللين، كل البرامج، من اول قناه اسلام صادق لهنا هتحط ابراهيم عبد الجواد له سامح حسن ربيع اشتم في الاهلي، كل الاعلاميين بيشتموا عشان ياكل عيش. تخيل مصر ما فيهاش الاهلي ولا مصر اسمها ذكر في المحافل الدوليه، ولا اهلي ولا زمالك يا رز، ولا اهلي ولا زمالك ولا محافل افريقيه، ولا كل اللي شغال على في البرامج الاعلاميه دول هياكلوا عيش. كل برامج ده بيشتم في الاهلي ومجلس الزمالك، ولا بيتكلم على الاهلي يعني واحد عايز يقنعني ان بطوله الكونفدراليه اقوى من ابطال الدوري. قول لي بالله عليك، اصدقها دي كيف ولا بيه؟ اصدقها دي ازاي يعني؟ بطوله ابطال الدوري هي البطوله رقم 1 في افريقيا، اللي بيودي كاس عالم، اللي بتاخد فيها مش عارف 2 4 مليون دولار. تقنعني ازاي؟ عايز تقنعني ان الاهلي، ان الزمالك وكله الاهلي السيد هو طيب الزمالك دايما شايف ان دايما المفروض من الاعلام يا كابتن، اتحاد الكوره، من الحكام. كابتن ابو القاسم، انا كابتن ابو القاسم، انا اوجه سؤال مع حضرتك للكابتن سيد. هات لي مشكله واحده في تاريخ النادي الاهلي ظهرت في الاعلام، بيقول لك الاعلام بيشتم ده الفتره. هات لي مشكله واحده. طلع كابتن ابو القاسم مثلا، انا هسال اكمل كلامه وهو يعقب. كابتن ابو القاسم طلع قال ان كهربا شتم كذا واتغرم مليون جنيه، ان كابتن امام، ده بقول بدي مثال، ده من زمن الزمن. هات لي مثال امام عاشور طلع شد مع محمد رمضان. اعلام واحد يتكلم بيقول لك الاعلام بيشتم في الاهلي، دي حاجه وده من زمن الزمن، ايام كابتن صالح سليم الله يرحمه. هات لي المشكله بتاع الفرق الكبيره ساعه ملعب الناشئين، ما حدش قال عليها الا لما الاهلي فاز وكسب فرقه فاروق جعفر بالناشئين، حسام حسن وطارق خليل وابراهيم حسن. هات لي بقى مشكله واحد قال لك مثلا ان احمد السيد كان عنده مشكله او قضيه مثلا في ارض او هات لي واحد مشكله يقول لك ان مفيش خالص. طول عمر الاهلي من ايام الكابتن صالح سليم
الطلبس بتاعته ما حدش بيعرف عنها حاجه ولا اي مشكله بتحصل. ده الفتره اللي فاتت دي الشناوي مش عايز ياخد احتياطي لشوبير، الشناوي مش عارف ضرب مين، ده كهربا مش عارف ضرب مين، امام عاشور، كلام كله دايما بيقفل على نفسه ما بيطلعش ما فيش حاجه بتطلع خالص. ده طول السنين على طول. الفتره اللي فاتت دي ما فيش اصلا مشاكل، بيخترعوا مشاكل. ده الشناوي مش عايز يقعد لشوبير احتياطي، ومش عارف ده شتم كولر، ده كولر مش عارف امام عاشور عملش معاه، ده مش عارف مين زق مين، كله طيب معلش يا كابتن، عقوبه المليون جنيه اللي خدها كهربا خدها بناء عليه؟ عقوبه المليون جنيه اللي خدها امام عاشور ووقفوا ماتش او ماتشين ورجعوا بعد ما وقفوا ماتش راح يلعبوا في البطوله. لا عقوبه بناء عليه، انا عايز اعرف سبب العقوبه بس. مش شرط اصل بيقول لك الاهلي يقفل على نفسه، انا عايز اعرف سبب العقوبه. انا كابتن ابو القاسم معلش خد غرامه عشان البرنامج بتاعه واتحرم من البرنامج بتاعه عشان يتكلم. هات لي بقى سبب ان هو كهربا خد عقوبه مليون جنيه او كابتن امام عاشور خد مليون جنيه. لو الاهلي ما اعلنش على العقوبه بتاع كهربا دي كان حد هيعرف؟ ايوه سببها ايه؟ ما احنا عايزين نعرف السبب يا كابتن. انا خدت عقوبه مش موضح، انا بقول مثلا كابتن ابو القاسم متعاقب خد مليون جنيه غرامه او اتوقف برنامجه، بقول لمده شهر من الاذاعه بس. لو اداره الاهلي وكابتن محمد رمضان ما اعلنش على العقوبه بتاع كهربا بتاع مليون جنيه وراح على ثاني يوم، كان حد هيعرف من الاعلام؟ ما كانش حد هيعرف. هو الاستاذ عايز يوضح لك ان الاهلي السبب يا كابتن، السبب يا كابتن السبب. ولذلك كابتن سيد بكلمه في الحته اللي بيقول ايه ان شوبير ما بيقدرش يقف للشناوي، ودي حقيقه الاعلام اللي بيقول كده. بس طب ليه؟ طب ما احنا عايزين نعرف سبب العقوبه، سبب العقوبه اللي بتحصل ما بتطلعش. فلذلك انا ممكن اخمن وكابتن ابو القاسم يخمن، كابتن سيد يخمن العقوبه دي ايه؟ انا خدت مليون جنيه ليه؟ بيطلع عقوبات لما بتحصل يا كابتن لا بيطلع عقوبات. بص هو الزمالك اصلا قبل ما يطلع العقوبات بيبقى الاعلام عارفها. ده عيب مين؟ ده عيب قط ليه؟ عيب تسريب معلومات. هي اجتهاد من الاعلام كابتن. طب سؤال يا كابتن، طب انا هقول لحضرتك حاجه. اخر ماتش اللي هو بتاع حكم محمد عادل التسريب بتاع التحكيم والمكالمه دي جت منين؟ ما فيش. طب والاهلي الزمالك كان ده ماتش الاهلي ده ماتش الاهلي مش طرف في الموضوع. انا بتكلم جت منين؟ تسريب منين؟ هو الزمالك هو لا عشان ماتش الزمالك، انما هات ماتش الاهلي كده تسريب مستحيل، وبيحصل بلاوي في مباراه الاهلي. مجلس الاداره ما بين الاثنين يا باشا هو اعلام والله مش مجلس. الاعلام بتاعنا لما يكون عايز يعمل حاجه بيعملها. طيب انا نوضح كده هو للمشاهدين ان بيتعمد حبيبي يا كابتن الاعلام بيتعمد يا كابتن اظهار مشاكل نادي الزمالك. اظهار برضه عند الكابتن سيد المشجع الزملكاوي الاهلاوي شايف ان الاعلام جاي على الاهلي، يعني انت شايف ان الاعلام جاي؟ لا انا بتكلم بدلائل، انا ما بتكلمش بكلام وخلاص. هو كابتن سيد بيقول لي محمد رمضان. طب ماشي اتكلم وكابتن سيد يعقب، انا اتكلم بس انت بتوجه السؤال. بص طب ماشي يا كابتن. هو كابتن سيد بيقول ايه؟ ان كابتن محمد رمضان اعلن ان كابتن كهربا ترحيله وغرامه مليون جنيه. قال السبب؟ لا هو يرد عليك سبب. ما قالش سبب. انت واعلن على العقوبه، انت عايز تعرف السبب ليه؟ الجمهور عايز يعرف السبب ليش يعني؟ مو اعلن على لازم هو شايف ولذلك انا بجتهد. هو بيقول لك انت عايز تعرف عشان كده اعرف السبب بجتهد. انا بجتهد وكابتن ابو القاسم بيجتهد في السبب، ولذلك الاهلي يقول لك لا ما حصلش. طب ما تطلع يا عم قول له كابتن ابو القاسم انت كمشجع اهلاوي فارق معاك ان الاهلي هنصاب العقوبه ولا العقوبه بس ولا بتعملش؟ لا العقوبه بس. طب ازاي؟ كمشجع زملكاوي يا كابتن انا كزملكاوي انا لو واحد من الزمالك معلش انا عارف السؤال اللي حضرتك هتساله. فارق معاك طبعا لما واحد يجي يدي عقوبه طبعا لزيزو. لسه هديك مثال للزمالك اهو، لما تيجي تديني عقوبه لزيزو مثلا، زيزو من احسن لعيبه في مصر. طب انا كزملكاوي عايز زيزو اشوف احسن لاعب في مصر عند الزمالك، عايز اشوف زيزو في الملعب. ده احسن زيزو احسن لعيب. لا سنتين ده عندك انت مش وجهه نظر. سنتين جاب لك دوري، جاب لك دوري عمل ايش مع ارقامه جاب بس جول مع جاب سنتين يا كابتن. ده الاتحاد المصري اللي ده كل هدفه مع الزمالك، كل هدفه مع الزمالك ضربات مش بتاعتي برضه. اغلى لاعب في مصر مين؟ اغلى لاعب في مصر يا كابتن؟ مين؟ اغلى لاعب في مصر كسعر متمن كده كابتن زيزو. اغلى لاعب في مصر. عنده لاعب في تقريبا كان مش متذكر اسمه. ابراهيم عادل جاي بعديه، كابتن زيزو اول، كابتن محمد. كابتن محمد انت لو زيزو في الاهلي كان ياخد 100 مليون جنيه. انا كابتن لما يجي زيزو هكمل لك كلامك يا كابتن ابو القاسم. انا لما تيجي تقول لي زيزو وقع على انا كزملكاوي ماليش دعوه بالنادي الاهلي اهو، انا بتكلم على فرقه نادي الزمالك.
قال لك كابتن زيزو خد عقوبه مليون جنيه ووقف 5 مباريات من اداره نادي الزمالك. انا كزملكاوي ما انا عايز اعرف ايه السبب، عمل ايه؟ ما انا ما تحرمنيش من لاعب انا بحبه. مشجع مش فارق معاك القصه دي. لا ما هو لازم، ده الفرق. انا شايف ان ده فرق بين، معلش مع احترامي كابتن سيف وجهة نظرك. ان انا عايز اعرف معلومه عن فرقتي. انا عايز اعرف معلومه عن فرقتي، اللاعب اللي بحبه، الكيان بتاعي. انت وقفته بناء على ايه؟ عمل ايه اللاعب ده؟ ما ممكن يكون انا من نظري كمشجع اللاعب ده ما يستاهلش يرسل فرقه نادي الزمالك حتى لو في الاهلي يا باشا. لا انا بتكلم لا ايوه في الاهلي يا باشا، عشان يعرف، عشان يبقى باين. اصل الكوره للجمهور يا كابتن ليه؟ عشان يبقى المعلومه عندي كامله. اصل هي منظومه مكتمله. لا مش فارق معايا. انا الفرق معايا ان الاهلي اول حاجه ما بيعتمدش على حد، لو وقف لعيبه كلها ما بتعتمدش على حد. الاهلي زي ما بنقول الاهلي بمن حضر، فمش فارق معايا توقف شهر توقف سنه، في بديل هيلعب بداله كفاءه زيه. فما تفرقش معايا. اهم حاجه ان اللي عاقبه شايف الخطا فين وهيصحح الخطا. انا متاكد واثق في الاداره بتاعتي، واثق في الناس اللي ماسكه الفرقه ان هي بتتصرف صح، فما بتفرقش معايا بقى عامل ايه وما عملش ايه. اهم حاجه ان في عقوبه اتنفذت عليه عشان الخطا ده ما يتكررش تاني ويبقى ما تحصلش يعني. اسالك نفس الاهلي نفس الزمالك. ماشي يا كابتن اتفضل. سبب تفوق الاهلي في بطولاته عن الزمالك من وجهه نظرك كمشجع زمالكاوي؟ تفوقه في ايه؟ في اي بطوله؟ البطولات. هو في البطولات كده الاهلي اعلى من بطولات الزمالك. بص يا كابتن، هو احنا قلنا ايه اولا؟ سبب التفوق من وجهه نظرك. اولا اللي هي الامكانيات الماديه، لان الامكانيات الماديه بتتحكم في 80% من اللعبه نفسها. ان انا ممكن اجيب كابتن ابو القاسم ده مثلا فئه اولى او كادر عالي، دي اول حاجه. امكانيات ماديه. الاعلام ده سنة. الاهلي لما بيقع ماتش يا كابتن او ماتشين، شوف الاعلام ساكت هو بيسمعك عشان ما هو ما اتكلمش. شوف الاعلام يا كابتن يطلع يقول لك مثلا في ماتش الزمالك والاهلي في السوبر الافريقي، المفروض الزمالك ما يروحش، وتلاقي قاعدين والناس ما بتردش عليه. شايف التفوق طبعا الماده بتحكم. الماده بتحكم يا كابتن، الماده بتحكم اول حاجه. ثاني حاجه الاعلام بيساندك. انت لما الاهلي يقول لك الاهلي ما ينفعش يقع مرتين، انت افتح اي قناه لما الاهلي يدخل المباراه بعديها يقول لك مثلا مباراه مثلا الاهلي وبتروجيت مثلا، يقول لك الاهلي ما ينفعش يقع مرتين، هي مره واحده. صدر الكلام ده للمشاهد والمتفرج المصري ان الاهلي ما ينفعش يقع مرتين، الاهلي ما ينفعش يخسر بطولتين ورا بعض. مين قال الكلام ده؟ مين قال؟ ايوه فعلا. مش في عرف الكوره. انا بتكلم وجهه نظر كابتن سيد. انت براحتك. الكوره جمهور الاهلي يا كابتن ابو القاسم، هو الاعلام صدر له ان الاهلي لازم يكسب اي بطوله وما ينفعش يخسر اي بطوله، خسر اي بطوله تبقى مشكله. ما فيش كده في الكوره. ريال مدريد اعظم نادي في الكون بيخسر بطوله، لسه مغلوب من برشلونه 5-2. احاول ارد عليك برضه مع ان المفروض ما اردش. بيراميدز معاها الفلوس ونفس القصه وما بيعملش حاجه. الشعبيه والاعلام. مين الاعلام بيتكلم عن بيراميدز؟ انا قلت لك اولا ايه؟ التفوق المادي وبعد كده اعلام. فين الاعلام؟ هات لي برنامج بيتكلم عن بيراميدز الظلم او اي حاجه او مستحيل. نادرا يا كابتن، الا ساعات كانت ايام تركي الشيخ وكان بيدي فلوس للاعلام وبيدي فلوس لشبير ويدي فلوس لده وده، فبيجيبوا صله بيراميدز. واعلام وجمهور يا كابتن. طبعا ما نقدرش ننكر. سبب تفوق الاهلي في كل البطولات سواء محليا او افريقيا الاداره. الاهلي سيستم ماشي عليه من ايام صالح، من ايام الاهلي ما مشوا. لو مجلس الكابتن محمود الخطيب ساب الاهلي دلوقتي ومسك عم حارس مسك الاهلي برضه ياخد البطولات. لان الاهلي ماشي على سيستم ماشي عليه من زمان، والاهلي عشان كده بياخد البطولات. وطبعا معايا المقابل الفلوس ومعايا الشعبيه ومعايا كل، بس ارجع واقول تاني الفلوس بتجري للاهلي لان الاهلي عنده اكتر من دخل. الاداره رقم واحد. مش مشكله يا كابتن ابو القاسم. ماشي انت بتكلم ايوه انا كمل كلام. ماشي كمل. انت جبت لنا خير مثال دلوقتي بيراميدز. حد معاه فلوس زي بيراميدز؟ ما بياخدش بطولات ولا هياخد بطولات. الاهلي اداره، الكوره اداره بتبدا من تحت لحد اللعيبه من فوق. رقم واحد الاداره بسبب في كل الالعاب. الاهلي واخد كل البطولات في كل الالعاب صالات وكل بسبب الاداره. كابتن من زمان كده. ماشي. الاداره ماشي. لما كنا انا عندي اداره وما عندهاش امكانيات ماديه هتعمل ايه؟ انا جبت احسن هو بالاداره. لا بسبب تفوق الاهلي مش الماديه، لا الاداره. طب انا لما اكون مثلا معايا اداره فاهمه، ما هي منظومه يا كابتن مكتمله. لازم يكون فلوس، اداره، لاعبين، مدرب.
ما ينفعش عنصر يخل بالمنظومه دي يا كابتن. لا طبعا الماده اول واحد، الماده رقم واحد. انت يا كابتن لو انت ما عندكش ماده مش عايز ابقى في موقع رد. لا انت لو ما فيش مشكله، لو انت يا كابتن اعاقب بس يا كابتن سيد، اعاقب يا كابتن سيد. ماشي يا كابتن، ماشي يا كابتن اسف، انا ما عنديش ماده، ما هجيبش مدرب كويس، ما هجيبش لعيب كويس. كابتن احمد القندوسي كان جاي الزمالك والزمالك كان داخل يخلص